أغمضوا عيونهم وأغلقوا كاميراتهم حتى لا يروا واقعا ينقض مزاعم المستشرقين الأوروبيين عن الشرق الموصوف في أدبياتهم بالتوحش، وكي لا يكتشف من يشاهد شاشاتهم أن الوحوش الضارية التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في ذلك الجزء من العالم قد وفدت إليه من الغرب الذي لا يكف عن وصف نفسه بالمتحضر. قيدوا بل منعوا نشر صور الموت الذي يصنع رسل حضاراتهم بين شعوب يعتبرونها بدائية متخلفة، وتحت ذريعة مراعاة الحس الإنساني للمشاهدين عاقبوا بالحظر والتغييب عن وسائل الإعلام الاجتماعي كل من جرؤ على التفكير باسم وصفات وتاريخ وحاضر البلاد التي تعرضت ولا تزال لأعتى أشكال الغزو الاستعماري الاستيطاني، وواجه شعبها أشد حملات القمع والاقتلاع والتشريد من أرض وطنه طوال عقود. لكن التعتيم الإعلامي المفروض على ما حدث ويحدث ظل أقل من كاف لحجب المذبحة عن أبصار من رفضوا إغماض عيونهم أو تحييد كاميراتهم. وإذ خرجت جموع بشرية هائلة في أنحاء مختلفة من العالم لتصرخ قائلة كفى، فإن القوة الباغية لم تجد سبيلا لإخفاء ما تفعل غير فرض الظلام والصمت بالقوة، لا كهرباء ولا وقود ولا اتصالات لهذه الحيوانات التي لها شكل البشر، وفق تعبير سافر العنصري استخدمه أحد قادة الحرب. كان إغراق ما يزيد على 2,000,000 إنسان في الظلام وعزلهم كليا عن العالم اليومين متتاليين في زمن تسوده ثورة الاتصالات وآخر إبداع تفتقت عنه عقلية الغزاة ليمنعوا أي أحد من أن يرى أو يسمع أو يستنكر ما يقترفون من مذابح تحت شعار الصراع بين الحضارة والهمجية. من هؤلاء الغزاة؟ ومن أي عرق؟ وما هو دينهم؟ ثم من يكونون ضحاياهم؟ ومن أي عرق؟ وما هو دينهم أيضا؟ تلك هي الأسئلة التي تحل محل قدسة الدم الإنساني ليبني على أجوبتها موقف القوى المهيمنة على المجتمع الدولي. ولا بأس من بعد في نفض الغبار عن القرارات والمواثيق الدولية حين تقتضي الحاجة أو إبقائها هناك تأكلها العثة في حالة لم تلزم. إذا قيل هذا الكلام السابق يدور عن بقعة جغرافية في أوروبا تعرض للغزو ويواجه أهلها القتل، فسيهب الغرب بأمريكيه وأوروبيه لنصرتها مشرعا على سنة الصواريخ كل القوانين التي تمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتمنح هذا الغير حق مقاومة الاحتلال. أوكرانيا مثال فاضح على قوقوفهم بكل ما يستطيعون لفرض الشرعية الدولية حين يكون الضحايا من بني جلدتهم. أما فلسطين وهي من يدور الكلام عنها الآن فمثال آخر يكمل الفضيحة كما يعتقد بنوها، لأنها كشفت كيف يلقون بالقيم الإنسانية في حاوية النفايات عندما يكون الجلاد حليفا لهم، كيف تحل الأساطير الغابرة في محل القوانين المعاصرة لإنشاء الدول، وكيف تصبح محرقة ارتكبتها النازية ضد اليهود قبل 80 سنة سياقا تبريريا لسياسة دولية لا تكتفي بالتساوي مع إشعال أحفاد الضحايا محرقة ضد شعب آخر، بل تعتبر أي دفاع عن النفس في مواجهة جرائمهم شكلا من أشكال العدائل السامية. ستتعالى صرخة الفلسطينيين كما تعالت على مر التاريخ مذكرا بأنهم ساميون أيضا، وبأنهم لم يكونوا طرفا في اضطهاد اليهود، وبأن من غير العدل أن يدفعوا ثمن جريمة الإبادة ارتكبها الأوروبيون أنفسهم. سيقدمون الأدلة عن الأرض التي يعيشون عليها هي وطنهم الأصلي الذي لا وطن لهم سواه منذ ألوف السنين، بيد أن القوى الدولية المتواطئة ضدهم ستحاول غض النظر عن إغلاق القضايا أمام أصواتهم، وستبارك أرض الظلام على نزف جروحهم وعلى تدمير بيوتهم فوق رؤوس أطفالهم لتوصل التغني بالنور الذي يشع من تمثال الحرية في نيويورك ويضيء العالم بأسره.